السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى المشاهدين، اخباركم ايه؟ عاملين ايه؟ النهارده هنعمل مع بعض ان شاء الله اكله روعه روعه روعه، الكرشه بطريقه سهله جدا جدا وجميله. يلا بينا نشوف الطريقه والمكونات بتاعتنا هنعملها ازاي. طبعا الكرشه بعد ما احنا نضفناها قبل كده ونقعناها وتبلناها كويس جدا جدا في فيديو سابق، هنقوم النهارده هنطبخها ان شاء الله باذن الله. اول حاجه عملناها جبنا طبعا اناء على النار، سخناه كويس جدا جدا، حطينا بيه ماده دهنيه ونزلنا بالكرشه مباشره عشان نديها صدمه. وبعد كده هنبدا نقلبها شويه ومش هنحط اي اضافات غير بعد ما الكرشه تنشف تماما. لو انت مش متبلاها او منقعاها بالتوابل اللي احنا عملناها بيها قبل كده، ممكن تغلي الميه وبعد كده ترميها وتصفيها وترجعي تعملي نفس الخطوات اللي احنا هنعملها مع بعض. يلا بينا نشوف عملنا ايه. بعد ما نشفت الكرشه تماما بدأنا ننزل عليها بمعلقه توم ببصل وفلفل، وبعد كده هننزل نقلبها بعصير كده ونشوحها كويس. هنحط شويه زي ما احنا شايفين مع بعض. بعد كده وبعد ما نزلنا بعصير طماطم هنبدأ نضيف عليها فلفل اسمر، وهنضيف كمون، وهنضيف ربع معلقة صغيرة جنزبيل، وهنضيف هيل او حبهان، وهنضيف ملح، وهنضيف طبعا عيدان القرفة، ده مهمة جدا جدا في الكرشة. وممكن تضيفي رشة قرفة صغيرة، ده بتشلك الريحة تماما وهتخليها طعمها رائع. وهنضيف طبعا الملح. بعد كده هننزل عليها بشوية مية صغيرين سخنين، يعني مش هنضيف مية كتيرة، لو احتاجت هنضيف تاني، ما احتاجتش خلاص. ونبدأ نوطي عليها، نهدي عليها النار ونسيبها لما تستوي تماما براحتها. وبعد ما تستوي تماما بالشكل ده زي ما احنا شايفين، طبعا بعد مرور حوالي ساعتين او ساعة ونص على حسب انها كبيرة او صغيرة، بعد كده هنبدأ نقدمها في الطبق وبألف هنا وشفا. دي طبعا للناس اللي بتحبها بالطماطم. لو انت بقى بتحبيها مقلية هنبدأ نشيلها نصفيها وهنبدأ نقليها. اعمليها بالطريقة دي وحمريها وقليها، هتلاقي طعمها رائع رائع رائع. وكده يكون فيديونا النهارده انتهى. اتمنى الفيديو يكون عجبكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايك والشير، ولو اول مره تشوف قناتي ما تنسونيش في الاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.